من اهم الصفات اللي لازم تبقى موجودة عند البياع المحترف في مجال تكنولوجيا المعلومات ان هو يكون بيقدر يكون بروفايل للعميل بتاعه. يعني ايه يكون بروفايل للعميل بتاعه؟ يكون عنده معلومات تفاصيل دقيقة عن العميل اللي هو بيتعامل معاه، تفاصيل دقيقة جدا. طب التفاصيل دي ايه هي؟ عبارة عن ايه؟ يلا بينا نشوف. عشان تبقى بياع محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات لازم تخوض رحلة بداخل الكاستمر مايند. لازم تخش جوه عقلية العميل بتاعك، تخش جوه تفاصيل كتير ليها علاقة بالعميل بتاعك. ايه هما التفاصيل؟ احنا محتاجين نعرف 10 حاجات عن الكاستمر اللي احنا بنتعامل معاه، والعشر حاجات دول اتس مانداتوري ان احنا نعرفهم، لازم نعرفهم. ايه هما؟ هو مين؟ هو بيعمل ايه؟ هو عايز يشتري ليه؟ طب هو عايز يشتري امتى؟ طب هو هيشتري ازاي؟ طب هو معاه بادجت؟ طب البادجت دي تقريبا قد ايه؟ طب هو ايه النيجاتيف اوت كام اللي عنده اللي محتاج يحوله لبوزيتيف اوت كام؟ امتى هيبقى كويس؟ يعني هو لو حصل ايه هيفيل جود، وتبقى البيعه دي بالنسبه له حاجه اتشيفنج، حاجه حققت له هدف هو عايز يوصل له. هو متوقع منك ايه؟ هو بيفكر فيك بشكل عامل ازاي؟ هو بيفكر في المنافسين بتوعك بشكل عامل ازاي؟ لو قدرت توصل للإجابات اللي ليها علاقة بالعشر أسئلة دول، فأنت قدرت تكون بروفايل كامل للعميل هيفيدك في الكرنت سيتويشن لو عايز تبيع له دلوقتي، وهيفيدك لو أنت معرفتش تبيع له دلوقتي وعايز تبيع له قدام. هتقدر تفوركاست على الكاستمر ده هتقدر تشوف هو العميل ده امتى ممكن يكون محتاجني، امتى هو مش محتاجني. طب هو الميزانية اللي معاه تنفع للسوليوشنز اللي هو عايزها، ولا الميزانية اللي معاه ما تنفعش للسوليوشنز اللي هو عايزها؟ هتميك ريليشن قويه جدا ما بينك وما بينه اصلا، لان انت عشان توصل للعشر اسئله دول والاجابات العشر اسئله دول انت محتاج فتره زمنيه. الفتره الزمنيه دي الاوبجيكتيف الاساسي منها ان تبقى في ريليشن ما بيني وما بين العميل تسمح بالاجابه عن الاسئله دي. هو ده الاصل في الموضوع، الريليشن بتاعتك مع الكاستمر، لان الريليشن بتاعتك كل ما كانت قويه مع الكاستمر كل ما قدرت تجيب بيزنس كبير من الكاستمر بتاعك.